تعرف ان الفاي في الاول كان عايز يوصل لهيروين دانس؟ تعرف ان هو كان مجرم اصلا وكان قتال قتله؟ تعالى بقى نقول. قبل احداث الانمي بتاع اتاك اون تايتن في حاجات ما وضحتش، زي ان في عالم تحت الارض ناس عايشه فيه ومنهم كان ليفاي زمان اتكلموا عنه في الانمي بس ما تعمقوش فيه. كان في قصه عن حياه ليفاي وجابوا العالم اللي تحت الارض ده، وكان طلوعه من تحت الارض عشان بس تشوف الشمس كان بيبقى منك بتدفع للحكومه في وقتها. بسبب عدم طلوعهم في الشمس ده كانت الناس اللي تحت اغلبهم عندهم مشاكل في العظم ومشاكل في رجلهم وبيحتاجوا كمان عمليات من قله ان هم تعرضوا للشمس. كان بيبقى عندهم مشاكل صحيه ومشاكل في عظمهم طول الوقت. حتى لوفاي ماتت بنفس السبب ده، وقال ان واحد من الاسباب ان لوفاي قصير قوي كده انه ما كانش بيطلع في الشمس وكان عايش تحت الارض طول الوقت. فقصه لوفاي بتبدا معانا ان لوفاي من اكثر المجرمين، وطبعا بيعز ينظف كل الاماكن وكان مدمن النظافه فيها اكتر مما كنا متخيلين. حتى في احداث الانمي بتدخل بنت بتقتحم المكان اللي هم فيه، بيكتشفوا بعد كده انها معاها عصفور في ايديها وانها واضح انها مضروبه وبتضطر. يبدا يبص يشوف مين اللي بيطاردها، بيلاقي 3 رجاله قرروا ان هم يقبضوا عليها، لو انها كانت بس مجرد ان هي عايزه تطلع فوق فمسكوها. فبيجي اول واحد بيقرر يدخل، اول حاجه بيعملها غلطه انه يحط ايده على ليفاي فبيوسخه. فتخيل ليفاي عامل فيه ايه؟ كان عيط طلاق ما هسيب. طبعا ضربوا ورماه بره وخافوا ال3 جروا. اكتشفوا ان البنت ديت كان في عصفور دخل تحت الارض وعايز يطلع ومش عارف، فكانت هي عايزه بس تطلع عشان تطلع العصفور. فاعجب في البدايه بالكلام بس طبعا ما بيبينش لانه راجل كاريزما وكده. صاحبه اللي معاه بدا يسمعها. البنت قالت له انا نفسي انضم لكم لاني بشوفكم وانتوا بتطيروا بعده المنور اللي ما حدش بيقدر يستعملها تحت الارض غيره. وفعلا كان ليفاي وصاحبه بس اللي بيستعملوه. فبيبدا يساعدها هو وصاحبه، بس شرط ليفاي الاول انها تتعلم النظافه وتتعلم تمسح المكان كويس، يا اما كده يا اما مش هيعيشها معاه. بيبدا ليفاي يعلمها وبيبدا فعلا يوصلها مكان حفره انها تقدر تطير الطير ده بره المكان، وبيعلمها كل الاساليب ان هي تنظف المكان وان هي كمان تستعمل عده المنور عشان تساعدهم في جرايمهم، لان كان حلمهم ان هم لما يقدروا يجمعوا مبلغ يقدروا يبقوا مؤهلين ان هم يعيشوا فوق سطح الارض. وبتبدا القصه من هنا وبيعيشوا فعلا مع بعض ويبداوا يعملوا كل حاجه مع بعض سواء جرايم او غيره. تبدا حياتهم ماشيه تمام لحد ما في مره هم رايحين بيقابلوا راجل شكله غريب ومش من المكان، وبيبقى عارف ليفاي بيقول له احنا عايزين نعرض عليكم شغل، بس ليفاي بيرفض وبيسيبه يمشي، وصاحبه بيقول احنا مش مرتضى. بس بيكتشف ان الشخص ده بيعالج واحد من صحابهم كان عنده مشكله في العظم ومحتاج يطلع فوق في الشمس وفي نفس الوقت يتعمل له عمليه، وبيقول له ده عربون تعامل معانا وبعد كده هتنقل في حته ثانيه وهتعيش فوق في الشمس طول الوقت وهتبقى على السطح غير ان انت هتبقى غني. بيروحوا بيطلعوا فعلا على السطح من بدايه السلم اللي هو بيطلعهم فوق، وبيلاقي شخصيه سياسيه كبيره وبيقول له انا بجازفت مجرد ان انا وقفت معاكم، انا اديتكم عربون وهيبقى مطلوب منكم مهمه محدده هتعملوها، وفي الحالتين المهمه اللي هتعملوها دي يا هتعملوها بالاتفاق معايا يا اما هتقابلوا الشخص اللي انا عايزكم تعملوا المهمه دي معاه، كده كده هتقابلوه خلال يومين، فانتوا يا اما تتعاونوا معايا انا. فالواضح ان هم يكتشفوا بس مش هيحددوا له المهمه او مش هتظهر في الانمي في الاول. بيكمل الاحداث وبيكتشفوا ان هو الشرطه العسكريه داخله برضه تطاردهم بعده المنور اللي معاه، بس ليفاي اللي معاه كانوا بيستعملوا العده بشكل غير طبيعي فكانوا بيقدروا يغلبوا ويهربوا من الشرطه العسكريه في اي وقت. بس المره دي بقى بيكتشفوا ناس لابسه اخضر وعليهم شعار تجميعات، واضح ان هم مش تبع الشرطه العسكريه، تبع فريق الاستطلاع. ايروين سميث وناس كانوا معاه من فيلق الاستطلاع جم مخصوص عشان يطاردوا ليفاي والجماعه بتاعته، وبالفعل بيطاردوه وبيقدر واحد فيهم يوقع ليفاي وليفاي بيهاجمه بالسكينه بتاعته وكان هيموته لولا تدخل ايروين سميث ومسكه وقدر يتحكم فيه. ولا اصحابه اتمسكوا قال له قرر يا اما تكمل يا اما اصحابك كده كده ممسوكين، فبيستسلم ليفاي وبيقدروا يمسكوه. ويبقى طلبه الاول انت ازاي اتعلمت تستعمل عده المنور لان ده صعب ومين اللي دربك. بيكتشف ان هم محدش علمهم بقى هم اتعلموا لوحدهم، خصوصا ان ليفاي كان عبقري فيها فمحدش كان مصدق. ايروين سميث كان ليه نظره وقرر ان هو ينضمهم لفيلق الاستطلاع وقال له اما هتنضم معايا لفيلق الاستطلاع يا اما هسلمك للشرطه ووروك العذاب على الارض. فطبعا بكل تلقائيه قالوا احنا موافقين، واستقروا من كل قاده الجيش، وواضح ان هم كلهم متضايقين ومعترضين على قرار ايروين سميث، بس هو كان عنده نظره ان الشخص ده مناسب. بنكتشف بقى من الاحداث ان ليفاي فعلا بيكره ايروين سميث، كان رايح مخصوص عشان يقتله. كان الشخص ده طلب منه مهمتين، المهمه الاولى انه يسرق ورق موجود مع ايروين سميث على طول، طلب الثاني انه يقتله بعد ما ياخد الورق ده، لانه كان من الناس اللي معترض على فيلق الاستطلاع ان هو يطلع ويستطلع يكتشف اماكن بره، وايروين سميث قدر يسيطر عليه ويمسك عليه اوراق ان
هو بيتعامل بشكل غير شرعي مع الشرطه العسكريه. قصاد ان ايرو سميث قرر ان هو يطلع ويستكشف بره الاسواق عشان فعلا اكتشف ان العمالقه نوع تاني وشكل تاني، وطول ما الخوف مسيطر عليهم الناس اللي زي الشخص ده هيسيطروا على العالم. ودي فكره الانمي، ان انت طول ما انت خايف في اشخاص فاسده هتقدر تسيطر عليك وتسيطر على فكرك وتسيطر على احلامك كمان. لفايك بحكم كرهم بحكم انه وافق على المهمه راحوا يدوروا في مكتبه بكل الاشكال ما لقوش الورق ده. استنتجوا ان ايرو سميث بيمشي طول الوقت بالورق اللي هم محتاجينه ده، لفيفه ورق اكيد موجوده معاه طول الوقت في حزامه. وهم بره مع فاينل في الاستطلاع قرروا ان هم يهاجموا دانشو ايروين وياخدوا منه كل حاجه، في نفس الوقت يقتلوه. يبقى كده لفاي حقق اتهامه لانه كان فعلا كان بيحس ان هو بيتعامل معاه طول الوقت بتاعه. وفعلا بتبدا اول مهمه للفاي واللي هي بتكون رقم 23 لفايلق الاستطلاع، وبيبداوا يطلعوا بره السور. تفوق لفاي في التدريبات طول الوقت وتريقه الناس عليه ان انت مغرور ان انت هتقدر تعمل. لفاي كان سابق كل الموجودين من اول يوم، كان قوي وسريع وبيستعمل عدة المناورة بشكل ناس قديمة ما قدروش يستعملوا زيه. واول ما طلع هو والناس اللي معاه فاي كان خايف عليهم لانه كان بيعملوا لكنهم اخواته بجد. قدروا يقتلوا فعلا كل واحد عملاق، وكان واضح جدا ان هم اقوياء. قدروا يقتلوا عمالقه في اول مناورة ليهم ما خافوش. ايرون سميث بعد ما قتلوا اول عمالقه طبعا هم فاكرين هيشكرهم لانه بيعملوا عمل كويس، قال لهم برضه بكل التكبر والكاريزما بتاعته دي انتوا بتخلصوا غاز كتير بشكل غير فاضي، بتتحركوا بشكل مش مناسب، حاولوا تحافظوا على الغاز وتحافظوا على العده اللي معاكم. الوقت ده لفاي حس ان هو بيقول له ايه، حافظ على الغاز وما تحافظش على حياة الأصدقاء. كله زاد ليه أكتر. هاتيله 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 هاتيله. في خلال الاستطلاع بيبدأ يكون في زي شبورة والدنيا بتشتي بشكل ما كنتش تقدر تشوفه قدامك. لفاي بيقرر إن هو ينفصل عن أصدقائه وبيقول لهم خلي بالكم من نفسكم لأنكم لو جيتوا معانا هنثير الشبهات وأنا هروح أقتل إيروين وأرجع تاني باللفيفة وبقى كده خلصنا المهمة بتاعتنا. وبالفعل بينفصل عنهم بحيث ان هو يروح يقتل ويجي على طول. وبيدخل في جوه الشبوره وبيكتشف بعد كده الدنيا مش مبين منها اي حاجه خالص. بيبص يلاقي مجزره حاصله قدامه، ناس كلها متدبحه وناس متقطعه، وشخص ضرب المسدس الاسود وقال ان في عملاق شاذ اتحرك، عملاق بيتحرك على 4 اطراف وسريع وقتل كميه كبيره من الفايلق الاستطلاع في الضرب. فبيضطر الفاي يرجع تاني لانه بيكتشف ان العملاق ده عداه. وهو راجع في الطريق الحصان بتاعه بيتكعبل في الجثث وهو مش شايف. بيقع الفاي وسط جثث كتير قوي من الشخصيات. بيبص قدامه بيلاقوا راس صديقته اليزابيث اللي كانت معاه من الاول الحلقه. بيبص لقى العملاق قدامه وقاسم صاحبه نصين ورمى نص على الارض. في الوقت دوت قوه الاقدمان فعلا تحس انها اتحركت جوه لفاي. كميه الغضب والزعل والحزن وكل حاجه تقدر تتخيلها سيطر عليه لدرجه ان احنا طول حلقات الانمي ما شفناهوش بالغضب ده. حتى وهو بيواجه العملاق لوحده انه قطع كل حته في العملاق قبل ما يقتله، لدرجه ان دماغ العملاق طارت من كتر التقطيع اللي عمله. يعني كل حته فيه قد كده. وهو واقف من كتر الغضب اللي فيه شاف ايرو سميث قرر يهجم عليه. ايرو سميث بعد ما مسك السلاح بتاع الفاي بايده وقال له دي اللي انت كنت بتدور عليها، اللفيفه الحقيقيه اتقدمت اساسا للشرطه العسكريه والشخص اللي انت كنت شغال معاه اتقبض عليه. الفاي في الوقت ده بيكتشف ان هو كان كشفه من الاول وكان عارف وكان اذكى مما يتخيل ويغضب عليه اكتر، فيبدا الناس تمسكه وتهديه. في الوقت ده ايرو سميث بيقول لو عشت للانتقام تفضل طول عمرك تنتقم، ولو عشت باحساس الندم على اصدقائك هتخلي الناس هي اللي تاخد قراراتك وهي اللي تتحكم في قراراتك وفي النهايه هتموت. كان واضح ان ايرو سميث بيعلمه درس بالطريقه الصعبه. من بعد كده لفاي بدا يفكر وشاف ان هو في حاجات كتير هيتعلمها من الشخص ده، وتحول مشاعر الكره اللي جواه اللي مشاعر كانت اعجاب من كتر ان هو عمره ما شاف شخص تفوق عنه او شخص مميز عنه. بدا يقتنع بيه ان هو القائد بتاعه الحقيقي. وفي النهايه لفاي وهو طالع من المكان بيبقى وراه حمامتين بيطيروا بالنسبه لاصدقائه. واضح كده ان المؤلف كان بادئ حوار الحمام ده من زمان لان كانت حمامتين بيطيروا طول الوقت وراه. تفتكر قصده ايه بالكلام ده؟ عموما ده كانت قصه لفاي باختصار. قصه كانت ممتعه وعايز اقول لك ان التحريك والانيميشن وكل حاجه كانت في الانمي كانت روعه. المطاردات اللي لفاي عملها في التحريك كانت جميله قوي وكانت ممتعه جدا. قصه باختصار للناس كتير ما شافتهاش. اتمنى تعجبك واتمنى تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان القناه تكبر واقدر اعمل لك فيديوهات لحاجات صغيره كده ما حدش شافها قبل.